بصوا يا بنات، هنا احنا في الستاره برضو قفلنا قسم الستاير. القطيفه هنشوف النهارده كام حاجه، شويه الوان بقى للستاير. بصوا دي القطيفه، لا حلوه. ندخل نتفرج، ورينا يا بوسي في الستاير القطيفه. القطيفه كلها ايه بالوانها؟ في كل القطيفه السوداء بالوانها العرض 3 متر. مم. كل دي قطيفه. لا حلو مش وحش. في برضه حاجات زي كده. ايه ده، دي حاجه ودي حاجه يا ابو يوسف؟ ما هو دي قطيفه احنا بنعملها تنجيد. دي مم. تقيله، دي مم. قطيفه تقيله بنعملها تنجيد، وبنعمل الستاره بتاعتها بتبقى اخف شويه عشان تبقى مرنه معانا في الشغل وتدينا شكل كويس. مم. في برضه دي قطيفه اسمها قطيفه ليزر، حاجه جميله جدا وفي كل الوانها. مم. ماشي، ده القطيفه بالوانها كتير. اه لا بصوا القطيفه حلوه يا بنات. اسعار من كام لكام يا ابو يوسف؟ بالنسبه للقطيفه، في القطيفه الهامر بتعمل 100 جنيه عرض 3 متر. حمر. وفي قطيفه بقى اسمها بليفار، وفي قطيفه اسمها سيزر، وكل ده حسب السعر. يعني بتبدا من 100 لغايه معانا لغايه زي ما احنا عايزين، حسب الخامه وحسب التقل وحسب الماتيريال والكلام من ده. تمام، مية حلو. يوسف هنشوف شغل الصالونات دلوقتي. اصل السعر دي اللي انا ماسكاها دي بقى ده شغل البوكيهات اللي هو بالنسبه هو ده انا بقول لك عليه بقى. ايوه ده بتاع الصالون. ده بتاع الصالون. ايوه هو ده اللي انا بقول لك عليه. ايوه صح كده. كده ده كده صالون. مية طبعا في منه الوان، كل موديل في منه. طب جيت بقى دلوقتي عند يوسف بمشيئة الله كده وبدمر الفيزا وبجيب اقمشه للبيت كله، هتديني بنفس السعر؟ لا طبعا لا. هتعمل معايا واجب. لازم اعمل واجب طبعا. امال يعني ايه مية ازاي؟ مية. بس كده ده بالنسبه اللي هو ايه شغل البوكيهات القطيفه. ده شغل البوكيهات قطيفه تطريف. طبعا كل موديل فيه لون. لا يعني حلو ده. شغل زي كده، ده شغل عالي جدا. ده اللي عندي بقى صالون، يكون صالون بقى ستيل بقى وحاجه يعني انا عايز اعمل صالون فخم ده يمشي بقى مع القماشه اللي شفناها تحت يا بنات، اللي هي المتر ب 150 جنيه. بصوا هي دي اللي انا بتكلم فيها. بصي حاجه زي كده، شغل تطريز بارز. المفروض تعمل لنا مكان تفرد لنا فيه من كل وقت للتاني الصالون بقماشته بالستاره بتاعته بحاجته كلها. بصوا يا بنات كده المنظر. بصوا ايه السكر ده. ممكن اغير الورده بدل ما احمر تبقى لون تاني. في الوان يعني، في منها الوان. حلو حلو. في طبعا حلو حاجات بقى كل ده في حاجه زي كده شغل بارز. دي انتريه. بصي بقى الجمال بتاع الستاره دي. ده انتريه. مية مية. بص بقى الجمال، بس الشغل عامل ازاي. الشغل ده شغل بارز يا جماعه. الشغل ده شغل بارز، شغل طاير. في منه مثلا لو انا مش عايز حاجه داخل فيها الوان ولا كلام من ده. محمد افتح الباب كده. محمد عايز كتر له ماضي ساده يا محمد. ده نفس الاولانيه، بس دي ورده ابيض منها فيها. ده بيش في بيج. ده بيش في بيج. شغل طاير. بصوا كده يا جماعه. ايه ده، ايه السكر ده. حلو الكلام حلو. لو انا عايز اعمل حاجه بالمعنى طلع بزرع حلوم. بس شوف انت محمد بوسي بقى معاك كويس. بصوا ده حلو ده يا بنات. ده ياكل مع ايه ده يا بوسي؟ ده عايز اوضه عروسه. حاجه اوضه نوم مثلا. دي حلوه ومريح الاعصاب قوي الساده دوت. بص كده ده ريسبشن حاجه. وريني في منها البيش في بيش برضه. ده صالون. ده ممكن يمشي على الالترا صالون اللي احنا شفناه تحت. بالظبط. الله ينور عليك. بص كده دي برضو دي عايزه اوضه نوم. دي حاجات وبرضو ساعات بنشغلها لما يكون حاجه مودرن قوي يعني. بصي او ركنه في مكان صغير بتديني مسح للمكان. حلو تمام. بصوا بقى في كتانات. ده شغل كتانات. شو المصورة دي؟ كل ده شغل كتانات. ده حلو قوي الكتان اللي فوق ده قمر.
شوفي ده شغل الكتان. بس اوريكم بقى حاجه بقى كتان، بس حاجه تقيله قوي. جميل جدا معاك. بصي كده. ده برضو مفيشة ولا حاجة صعبة؟ ايوه برضو حلو. لا بصي الخام عامل ازاي، ده اعلى الخامات الكتان. الخامه تقيله جدا وحاجه. ابو يوسف المتر بكام؟ ده المتر فيه بيعمل 450، بس الخامه ده انت بتاعته ليه؟ خامه عاليه جدا جدا جدا. ده تقيل جدا يعني. شغل. ده ممكن ياخد الستاره ويقع. لا ده كتر الجمال بتاعه. شغل بصي شغل. ميمي ده شغل ما مش شاء قلم الله. عادي، ده قلم مطرز في الكتان نفسه. ميمي تمام. لما في كتانات اقل برضه، عشان يعني في شغل، كل ده شغل كتانات. ميمي في مثلا شغل كتانات بوكيهات. لو انا عايز حاجه كتان مثلا وحاجه سيمبل، خليك زي ما انت كده، خليك زي ما انت. بصوا كده يا جماعه، ده كتان شغل سيمبل. ده سيمبل، ده هادي قوي ده. بص الماتيريال بتاعه نفسه تقيل مش خفيف. يعني الخامه بتاعته خامه تقيله مش وحش مش وحش. تمام. في منه نظام بوكيهات. لو انا حابب، لو انا عايز كتان مثلا واشغله صالون والكلام من ده اشغله اهو. في كتان بس نظام كنار من تحت. اهو. عايزة حاجة انا لسه حالا حضرتك اول ما حلت بصي ده نظام بقى ايه، نظام كنار من تحت. في ناس بتحب الشغل السيمبل والجميل والبسيط والحاجه الرقيقه والحاجه الجميله. بص الجمال بتاع الشغل عامل ازاي. بص لا انت ليه؟ الله اكبر. لا الله اكبر الله اكبر اللهم وخامة، بارك. غسيل كله، اغسل اعمل احط في الغساله، ولا لا مثلا احس ان هي عايزه تتكوي ولا بتاع، ولا اقعد اتعب ولا لا. حتى لا والله لا الله اكبر. القماشه جميله شويه قماشه. لا 100 تمام. ودي حلوه قوي. دي احنا شفناها في الاول. دي موديل تاني من الموديل ده. يعني ده طرحه عروسه اللي هي بالنسبه للموديل اللي هو دوت قريبه منه. ده، بس ده موديل تاني منه، يعني ده شكل تاني منه. بص كده يعني ده رسمة تاني بس نفس الماتيريال. وفي الوانها فيها ألوانها. خليك ألوان الخشب. خليك زي كشكشه كده. الخشب بتاعنا كويس. بصوا انا بحاول اجيب لكم كل حاجه طبعا. بصوا احنا عملنا ايه في المعرض يا بنات؟ لا الخشب. ابو يوسف هيطردنا. عشان خاطر كل الناس تجي لنا جري. مش منها. بص كده المنظر. دي لو اوضه نوم برائع منها فيها تهدي الاعصاب. دي حاجه قمر، حاجه قمر 100. في بقى منها يا جماعه، في موديلات كتير جدا باشكال مختلفه. في بين الموجه دي بدل ما هي اوف وايت منها فيها في الوان. في لا هي بص هقول لك على حاجه. هي نازله مطبوعه كده. هي نازله اللون دوت بقى عليه. اللون ده سيد الالوان، انا بشغله مع اي لون، مش بيقيدني في حاجه. يعني ماشي بيمشي مع اي حاجه. في موديلات زي كده برضه، ده صالونات. ده فكر في نفسه اخر 3-4 حاجات. ده صالونات شغل عالي جدا اهو. مفيش مناقشه 100. بص التطريز كمان يعني. بص هي الفكره مش فكره ان انا بعمل ستاره وخلاص، انا بص برضو الشغل والتطريز والخامه وكله. يعني في خامات ممكن شايف الشغل اللي هو ده ما بيطلعش، لان ده في التطريز نفسه. يعني ده شغل في التطريز نفسه ده ما 100. بيطلعش. لا يعني الستاره اديناها بزهوتها على طول. بكام؟ متر. بالنسبه للستاره دي بتعمل 180 جنيه بس. والله حلو. دي بره هتلاقيها بسعر عالي جدا، بس احنا عاملين فيها احنا لو فرشين يا بنات بقى بستايل معين في منطقه واو واضاءه بقى وخلفيات والكلام دوت، وتقولي 600-700 جنيه متر. طبعا في حاجات كتير. هنا ده المخزن، ده المنبع، ده المعرض نفسه. ده المعرض. ده فيه كل حاجه. بفضل الله احنا عندنا اعلى تشكيل ستاره في السوق. حقيقه 100. المعرض الدولي المعرض الدولي في كالتا ابو زيد. في كالتا ابو زيد.
الحمزاوي الكبير الحمزاوي الكبير. شارع الازهر. ابو يوسف معاكم. ابو يوسف ده فرع الستاره. فرع الستاره جميل جدا. بنتكلم في ستاره الانتريه، الصالون، الركنه. عندنا كل الموديلات، عندنا كل الازواج الستاره، عندنا ستايل اوضه النوم، اوضه الولاد واوضه البنات. كل حاجه موجوده بامر الله. انتوا بس تعالوا نورونا كده ان شاء الله، وان شاء الله مش هنزعلكم باذن الله ان شاء الله. مش هنزعلكم. شكرا ليك يا ابو يوسف، ربنا يبارك فيك. بحبكم في الله، ربنا يخليك. ابو يوسف ما شاء الله بينزل جديد كل اسبوعين 3 ان شاء الله، كل اسبوعين 3 بننزل جديد باذن الله. باذن الله تعالى. انتوا برضو لو ما عرفتوش توصلوا، احنا كده كده هنحط لكم ارقامنا على قول رقمك بقى يا ابو يوسف. 011 266 86020. ده رقم انا الشخصي. طبعا احنا هنحط ارقام المعرض. احنا من 10 ل 10. لا انا ببقى متواجد من الساعه 9 ان شاء الله. من 9 لايه؟ من الساعه 9 لغايه الساعه 10 بالليل باذن الله. ربنا يعينكم يا رب. باذن الله. ما عدا يوم الاحد المعرض قافل. انا مش ببقى موجود حد. لا المعرض قافل ولا حضرتك مش موجود؟ لا ساعات بنبقى فاتحين برضه. يعني مثلا لو حد عايز ينزل مثلا يوم الاحد، احنا برضه بنبقى فاتحين. ربنا يرزقك يا ابو مفيش يوسف. اي مشكله. ربنا يوسع عليك. المعرض الدولي يا بنات ما شاء الله في تألق وتألق وتألق، ومزيد للنجاح بسم الله ما شاء الله. لا مش بتتطور بشكل كبير جدا. الستاره عندهم بقت حلوه قوي. تابعونا، لايك وشير وسبسكرايب وكومنت لطيف. بحبكم في الله. عايزه تجهزي بيتك تعالي المعرض الدولي. يلا باي.